كل يوم والتاني قضايا مخدرات، ويكون أحد أعضائها من الجالية السورية. عرفنا أن الكبتاجون أصبح هو المهرب أو المخدر المتهرب من قبل السوريين، ومع ذلك لا أحد يسأل عن أموال هؤلاء. طلع أن أموال هؤلاء هي غسيل أموال الكبتاجون. هؤلاء هم المستثمرون، يستثمرون في الكبتاجون. طبعا الكل هيقول لك لا مش كلهم. طيب نائب رئيس أمن الدولة السابق اللواء عبد الحميد خيرت كان في حديث مع أحمد موسى، وقال إن في خطورة من اللاجئين، أو خاص على وجه الخصوص الجالية السورية، وقال ان في ناس تبع بشار وناس تبع الجولاني، وقال ان في يعني اعداد للجهاديين والكلام ده كله، وفي ناس مندسة في وسط هؤلاء اللي هم اللي موجودين في مصر. طيب لما سوريا دلوقتي رجعت ورجع لهم رئيسهم اللي هو الجولاني اللي هم فرحانين بيه وبيرحبوا بيه، طب ما يمشوا